عندنا كمان اخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك كان عنده مشكلة مستحقات تشومبونج ده. كانت 172 ألف دولار. كان في احتمال كبير ان يتعمل ايقاف قيد تاني لنادي الزمالك بسبب موضوع تشومبونج ده. لكن طلع عمرو ادهم عضو مجلس الاداره في نادي الزمالك على حسابه الرسمي على اكس، قال ان النادي سدد جميع مستحقات اللاعب وانه تم غلق الملف بالكامل. فدي طبعا نقطه كويسه جدا عشان ما يحصلش وقف قيد تاني لنادي الزمالك. كمان دونجا تقريبا هيبقى او شبه تأكيد انه هيبقى خارج مباراة بيراميدز، لكن هو مع الفريق وفي احتمال كبير انه يلحق بالماتش التاني سواء كان تالت ورابع او كان نهائي. كمان جوميز مدرب نادي الزمالك بيدرب اللاعبين على ضربات جزاء تحسبا انه اي مباراة يحتاج فيها انه يكون في ضربات جزاء، فتبقى اللاعبين جاهزة للموضوع ده، يقدروا يشوطوا ضربات جزاء بشكل جيد. مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل حضر تدريب الزمالك قبل السفر مباشرة. طبعا كلنا عارفين ان الزمالك سافر النهاردة الامارات، ومجلس ابو ظبي الرياضي استقبل الزمالك بحفاوة كبيرة جدا، وكان يعني استقبال مشرف لنادي الزمالك في ابو ظبي. الاستاذ احمد سليمان بيشتكي من بيراميدز بسبب انه ما بيوافقش انه يدي لعيبه نادي الزمالك، وحصل يعني تصريحات منه بكده بان لما بيطلب لعيبه رد عليه محمد ناجي جده في بوست مش عارف ليه. يعني بنعمل مشاكل مع بعض. الزمالك واخد اكتر من لاعب منهم دونجا، واكتر من لاعب واخدهم من بيراميدز، وعمر جابر مثلا ما كان في بيراميدز. ف يعني تصريحات احيانا يعني ما بتبقاش موفقة من المسؤول، وبيطلع مسؤول تاني من النادي التاني يرد عليه، وبنعمل يعني حساسية جماهيرية بدون داعي. الدنيا ماشية كويس ونادي بيراميدز ما عندوش جماهير، فيعني انت بتخبط في بيراميدز ليه؟ هو بيراميدز هو حر يعني في النهاية، حتى لو هو بيدي النادي تاني، لو هو بيوافق انه يبيع النادي تاني وما بيوافقش انه بيبيع لك، كلامك ده مش هتخليه يبيع لك. ما هو حر، كل واحد حر. زي ما هو قال لك محمد ناجي جده قال لك يعني لو انا قلت لك هات زيزو هتديني زيزو على اعتبار ان ده من افضل اللعيبه عندك يعني. كل نادي بيشوف اللعيب اللي ممكن يستغنى عنه. انت ممكن تطلب لعيب في وقت يديهولك ويكون مش عايزه، وفي وقت تاني يرفض يكون محتاج اللعيب. فكل واحد او كل نادي حسب يعني احتياجاته في وقت ما انت بتطلب طلب معين. هل هو عايز اللاعب مش عايزه؟ خطته ايه؟ هل هو في نيته يبيع اللاعب مش في نيته؟ كل دي امور بتخش في الموضوع. المهم في مباراة جاية بالنسبة للزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري في الإمارات، إن المواجهات بين الزمالك وبيراميدز في الفترة اللي فاتت كان الزمالك ما شاء الله مكتسح. يعني الزمالك لاعب بيراميدز فاز الزمالك 11 مرة، بيراميدز فاز مرتين بس. اتعادلوا 6 مرات، الزمالك جاب 41 جون، بيراميدز جاب 24 جون. فطبعا التفوق كاسح للزمالك وكعبه عالي جدا على بيراميدز. هنشوف ماتش السوبر ده هيكون الوضع ايه. بالنسبة لزيزو اللي دايما موضوعه مفتوح وما بيتقفلش، حتى الآن هو ما حددش موقفه أو حسم موقفه مع النادي، ولا النادي حسم موقفه مع زيزو. يعني الموضوع متساب. إنما زيزو كان صرح قبل كده في مرة في لقاء عابر كده، يعني إن هو قال أنا مش هسيب النادي. لكن أنت يا عم زيزو لحد الآن ما جددتش. لحد الآن أنت ما جددتش مع النادي علشان الجمهور الزملكاوي يطمن. لو انت مش هتسيب النادي جدد، اقعد على الترابيزة وجدد، خلص الموضوع. انما الموضوع متساب كده يبقى انت في دماغك حاجة. هي ايه الحاجة دي؟ هتبان بقى، هتبان في الفترة الجاية. يخلص السوبر افريقيا على خير، واكيد الموضوع ده هيكون في حوار تاني مع زيزو لما من ادارة النادي،
اللي طبعا اكيد الموضوع ده شاغلها. هنشوف هيتم فيه ايه، وهل زيزو هيجدد مع نادي الزمالك، ولا هو عنده تطلعات تانية، ولا فعلا 60 مليون ولا 75 مليون، ولا ايه الدنيا بالظبط. اخر كلام اتقال في موضوع زيزو انه زيزو طالب 1.5 مليون دولار. فطبعا مبلغ كبير. معرفش هل نادي الزمالك ممكن يجدد له ارضاء لجماهيره، ولا يبيعه قبل ما يخسر فرصة بيعه كمان، ويبقى الزمالك لا خد زيزو ولا استفاد بيه ماديا. الزمالك على إدارة الزمالك إن هي برضو تحسم أمرها في الموضوع، ما تسيبوش كده، لأنه في الآخر هما ممكن الزمالك لو زيزو ما جددش هيبقى خسر بيعه وخسر وجود زيزو، يبقى الخسارة مضاعفة لنادي الزمالك. ما تسمعوش قوي للجماهير، خدوا القرار المناسب ليكوا واللي يفيدكوا أكتر. نيجي بقى للتصريح اللي شغل كتير من يعني من الجمهور الرياضي بشكل عام، تصريح الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اللي قال في فيديو مع سمير زاهر وابراهيم عبد الجواد في لقاء معاهم ان هو مش هيسمح لاي حد بانه يتكلم عن الزمالك. التصريح اللي اثار الجدل هو ان نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر، وده من حقه يقول عليه اكبر قلعة رياضية في الكون في الكوكب، فهو حر. انما اللي اثار الجدل انه اضاف على كده اللي يقول غير كده ما بيفهمش. دي طبعا ما كانتش تصح انها تتقال. وكمان قال واللي هيقول غير كده ما بيفهمش وهنشيله من الوسط الرياضي. فدي عملت لغط كتير وكبير، وادت الفرصة للكل يتكلم. انما ان هو يقول اعظم نادي، اعظم نادي، اعظم نادي في الكوكب كله، انت حر، قول زي ما انت عايز على فرقتك، محدش يقدر يقول لك انت بتقول كده ليه. انما ان انت تتبع التعليق دوت بان اللي بيقول غير كده ما بيفهمش، لا، اللي يقول كده بيفهم. لان هو التعليق ان يعني انت حر تقول التعليق اللي انت عايزه، او توصف ناديك باللي انت عايزه، لكن كل واحد برضو هيبقى من حقه يعلق. انت شايف ناديك اعظم قلعة رياضية في مصر، ما بتبقاش بالكلام او بالشعارات. اعظم حاجة دي لازم تكون بالتاريخ، بالارقام، بالبطولات، يعني مش اي كلام. انتوا طول سنين طويلة بتتكلموا في بطل القرن الافريقي، واللي برضه عامله لكم مشاكل لحد النهارده، وما زال البعض منكم بيصر على ان الزمالك هو البطل القرن الافريقي، بعد ما هي حسمت من جهة. يعني الاتحاد الافريقي حسم الموضوع، فاحنا ليه لسه بنتكلم فيه؟ انت عندك مشكلة بقى في الموضوع، تروح للجهة اللي قالت كده دي تتحاور معاها عشان تلغي معاها الموضوع. لكن هتقعد كل شويه بتفكروني بفيلم وائل يعني كل شويه قاعد في حته عايز احكي حكايه الامير محمود والاميره جهاد. اسمعوا حكايتي، اسمعوا حكايتي. ايه يا جماعه، ما خلاص خلصنا. انت فين يا جهاد؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا محمود؟ خلاص يا جماعه، موضوع القرن ده انتهى. واكبر قلعة رياضية في مصر، انت اكبر قلعة رياضية في العالم. لكن اللي يقول غير كده بيفهم، مش ما بيفهمش. ما تقولوش تصريحات تثير جدل وبعد كده تزعلوا من ان بيحصل انتقاد وبيحصل تعليقات عليها وبيحصل تحفيل. الفيس والمنصات مليانة تحفيل على اللي يقول غير كده ما بيفهمش. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وهو من اكبر النوادي في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، ولكنه مش أكبر قلعة رياضية في مصر. أكبر قلعة رياضية في مصر بالأرقام وبالبطولات وبالتاريخ وبالأقدمية كمان هو النادي الأهلي. توفيق لكل الفرق المصرية إن شاء الله. السلام عليكم.